ايه الناس الحلوه دي؟ ايه الناس الحلوه دي؟ عاملين يا رجاله؟ السكه كانت عامله ازاي؟ كويسه ولا ايه؟ مين جاي من 6 اكتوبر او التجمع كده؟ والله يا جماعه انتوا زي الفل. لا خلاص نزل ايدك، خلاص خلص السؤال خلص. طيب انا عايز ابدا الماتيريال النهارده، هنتكلم عن حاجات مهمه عامه يا جماعه. هبدا بسؤال. مين هنا مولود من الفتره من 82 ل 92؟ حلو قوي قوي، تمام، نزلوا ايديكم. مين مولود خارج هذه الفتره؟ انتوا عارفين يا جماعه ان في ناس، طب في ناس فوق 92 99 كام يا لهوي يا جماعه، انتوا عارفين ان في ناس مواليد 2000؟ ده مش رقم، ده المفروض بعد 98 يقفلوا، مفيش ازاي. طيب اول حاجه، الناس اللي المواليد اللي قلت لهم ده سقفوا لنفسكم، انتوا ناس ابطال ان انتوا استحملتوا وفضلتوا عايشين لحد دلوقتي، سقفوا لنفسكم، برافو 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 برافو. ليه؟ عشان احنا كجيل يا جماعه اتهرسنا ما بين جيلين عظماء الحقيقه. جيل اهالينا اللي لسه متخيل ان هو ممكن يجوزنا ب 1500 جنيه، لسه ما في هو كده، والاطفال الصغيره اللي بتلعب استغمايه بالهوفر بورد. مش عارفين الهوفر بورد؟ طب امشي ولا اعمل ايه؟ فاحنا يا جماعه اتهرسنا بين الجيلين دول. وانا لما اجي اقول الجيل بتاعنا انا اقصد الولاد بس. انا البنات كانوا معايا في الماتيريال لحد الشهر اللي فات، لحد ما حصل موقفين طلعتكم بره، فالولاد اللي هنا هم اللي مقصودين. الموقفين ايه؟ عشان ما بقاش بظلمكم. مره كنت انا ومراتي ماشيين رايحين فرح، فقالت لي هنعدي على واحده صاحبتنا. عدينا على صاحبتها، ففوجئت ان صاحبتها نازله من باب العماره عادي لابسه فستان كده. انا من كتر ما اتصدمت انا نزلت من العربيه، بص عياط نهار اسود. قلت لها ايه ده؟ قالت لي ايه في ايه؟ قلت لها الفستان قصير، انت مش شايفه؟ فحسيتها اطمنت عادي بتتكلم، قالت لي ما انت مش فاهم. قلت لها فهميني. قالت لي لا ده هو اصلا الفستان كده. والله انا كنت فاكر الفستان طويل وانت اللي قصرتيه. انا اللي غبي، معلش، انا اللي غبي، انا اللي حمار، معلش، انا اسف. بعديها باسبوع، الموضوع ما كدبش خبر، بعديها باسبوع كنت ماشي في رشدي، حد هيعرف اسكندريه؟ كنت ماشي في رشدي لقيت واحده اعرفها واقفه ومتضايقه جدا. فقلت لها بنتي مالك؟ اهدي بقى، في ايه مالك؟ قالت لي انا اصلا مش عايزه امشي في الشارع، اعتني كل شويه حد يعكس بقى بجد حيوان كلمه حيوان. بالراحه يقولوا لي في ايه مالك بالراحه. قالت لي انا نازله من البيت عادي زي ما انت شايفه، انا لابسه عادي خالص بجد، لابسه ليجنز زي انا شايف، انا مش لازم تشرح، انا شايف كويس وشفت من اول لحظه، مش لازم توريني اكتر من كده، انا مش عارفه في ايه اصلا، ولابسه على تيشيرت قصيره اهو، والتيشيرت مفتوح لحد كده عشان هي اصلا كده. قلت لها ما انا عارف، انا سمعتها الاسبوع اللي فات هي كده، وانا اصلا بص يعني انا مبينه حته صغيره من بطني، بص الحته الصغيره هي دي، بس الحته اللي باينه هي دي، بص اعمل ايه؟ طيب انا اعمل ايه؟ فانتوا بره، طلعتوا بره هذه المعادله خلاص. نبدا بالجيل الكبير، جيل اهالينا. انا يا جماعه ابتديت استسلم خلاص لفكره ان مش هنفهم بعض خلاص، يعني انتوا تفكيركم في حته واحنا تفكيرنا في حته، فخلاص تعالوا نتعايش على الكره الارضيه زيكم بقى زي الحسانه، يعني خلاص يعني هنتعامل مع بعض عادي يعني خلاص. انا عندي مشكله كبيره قوي مع الجيل الكبير. اول مشكله بتقابلني ان الناس دي يا جماعه بيتكلموا عن الامراض عادي، في الفاظ وحاجات ما ينفعش، لا ده ما فيش اي خجل في اي حاجه، عادي خالص. فمره كان جدي عيان قاعد في المستشفى، فامي بتكلم كانت هي بايته معاه، فبتكلم خالتي بتحكي لها عن اللي حصل امبارح بالليل، فقالت لها الو ايه يا عزه، ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ لا ده انا جده بهدلني امبارح، ما تفكرنيش، بابا بهدلني خالص. يا حبيبي ده انا صحيت على الفجر لقيته بيقول قلت له مالك يا جدو؟ قال لي الخراج اللي في جهه ظهري قايم عليا، فانا شفت الخراج يا عزه لقيته خراج اصفر في اخضر كده، فانا اتخضيت، فاكره الخراج اللي طلع لنينا زازه في فتحه الشرج، انا هو يا عزه انا شفته، بس انا اللي فتحت بتاعت نانا زازه، انا بقى قلت ايه اريحه، فجبت دبوس يا عزه خرمته، طبعا نزل مد اخضر في احمر نفس ملمس الجيلي يا عزه. انا قلت لا لازم اخد عينه للدكتور، فحطيت حبه في كوبايه، بعد كده دقتها بطرف لساني لقيتها ناقصه ملح، مش عارف اعمل ايه يا جدعان؟ مفيش اي اعتبار للناس اللي قاعده، عادي فتحه شرج ايه يا حاج حرام عليكي. فالجيل ده هرب. بعد كده يا جماعه انا رايي لو هنعمل ان شاء الله دستور جديد لازم يبقى فيه ماده ما يخرجش منها هذا الدستور، اي حد فوق 45 سنه ملهوش فيسبوك، كفايه بقى، صح ولا لا؟ كفايه يا اخي، كفايه عيال صغيره لابسه علم مصر ومدلدله علم مصر. انا مره نزلت صوره حلوه، لقيت واحد صاحب ابويا باعت لي صوره عربيه نقل فيها لايكات، في ايه يا معلم انت بتعمل ايه؟
انت بتعمل ايه؟ لا وفكره يا جماعه، احنا كجيل احنا لينا حياه حقيقيه وبنطبقها على فيسبوك، يعني لينا اصحاب بنعملهم اد على فيسبوك. اهالينا العكس، هم فيسبوك هي الحياه الحقيقيه وبيطبقوا فيسبوك على الحقيقه. بدأ انا هقول لكم، انا مره كنت في الشغل، انا امي ما بتكلمنيش في الشغل خالص لان عارفه ان انا ببقى متزاول في ميتنجز وبتاع. فلقيتها كلمتني مره كنسلت، 2 كنسلت، 3 قلت لا ده في مشكله. فقلت لها الو ايه يا ماما؟ ايه علاء انت فين؟ ماما انا في الشغل مش فاضي. قالت لي طب انت خالتك كلمتني ومتضايقه منك جدا. متضايقه؟ ما انا شفتهاش من شهر 4 اللي فات، متضايقه ايه اللي حصل يعني؟ قالت لي عشان انت ما عملتلهاش لايك على الصوره بتاعتها وهي في مرسى مطروح ولابسه مايوه شرعي ولابسه كاب وايه وعامله كده على الصخره. قلت لها طب بس ممكن اوريكي صخره ثانيه غيرها. مقفولين. اهم حاجه تكونوا مقفولين. اهم حاجه تكونوا ايه؟ مقفولين. احنا عايزينكم مقفولين على طول. دلوقتي الفتره اللي جايه مع رئيس مباحث الكوميديا، ازاي مش عارف، بس هو فعلا حاجه تخط. يعني وانا في الكواليس ورا لو قعدنا من جنبي مقلق منه. مع محمد بيه حلمي. مساء الخير. عاوزين نتكلم في حاجه دلوقتي بقى. في كام راجل هنا في المكان يسقف؟ حلو. احنا كتير. في كام ست تسقف؟ اظن بقى يعني الرجاله اكتر، فحاولوا تدافعوا عني عشان الحته اللي جايه دي الرجاله هتحبها قوي والستات هيكرهوني جدا. عايز راجل من اللي قاعدين يطلع لي وجه تشابه واحد بس بين الست اللبنانيه والمصريه. صحراء يا راجل. ايه ده يا ابني؟ انت مجنون يا ابني؟ ايه الكلام ده؟ كلكم جايين مع صحباتكم ها؟ ما حدش طلع لي اي حاجه. انا ركزت شويه ولقيت فيه وجه اختلاف ممكن يبان شويه تشابه، ان الست اللبنانيه مهما كانت وحشه شكلا اول ما بتفتح بقها انت بتحس ان انت خلاص مش عايز حاجه من الدنيا، بتروح. طبعا الشباب فاهمه. نفس الكلام الست المصريه مهما كانت حلوه برضه اول ما بتفتح بقها انت بتحس ان انت خلاص مش عايز حاجه من الدنيا برضه. مبدئيا ودانك بتجيب دم خفيف كده وتحس ان انت عايز تقطع شرايينك. انا كنت من المحظوظين اللي عرفوا اللبنانيات وتعاملت مع اللبنانيات، ويمكن حصل لي موقف كده، يمكن ده يكون اكتر موقف باين الفرق بين اللبنانيه والمصريه. ان انا كان عندي شغل بالليل متاخر، فلقيت على واتساب انت فين؟